السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الأوديو. في الفيديو ده هنتكلم عن الفيديو. تمام. الفيديو زي ما انتوا بتشوفوا مواقع مثلا حاجة شكل يوتيوب أو مواقع مثلا اللي هي بتبقى بتاعت اللي هي مسؤولة عن الأفلام والحاجات زي المواقع اللي هي بتبقى بتتفرج فيها على أفلام والحاجات دي هي كلها. ماشي. طيب، فدي بتبقى مواقع معتمدة عن إن هو بيبقى فيه سيرفرات للفيديوهات والحاجات دي كلها، أو إن الموقع كله بيبقى عبارة عن فيديوهات والحاجات دي كلها. طيب، عايزين نعمل الكلام ده هوت جوه الموقع بتاعنا برضه. تمام تمام. تعال بس إيه، إحنا دلوقتي أنا مجهز كل حاجة وفاتح الموقع أهو. تمام. يلا بينا نبدأ. طيب، الفيديو اللي فات بس أنا نسيت أقول لكم قبل ما أقفل الفيديو إن دول ملهمش لازمة، يعني كده كده أصلا في الإصدارات الحديثة يعني المواقع الحديثة والحاجات دي كلها بيعتمد ان هو كل الفيديوهات او كل الاوديو تبقى مثلا ايه ام بي 3 وكده. تمام، فهو بيعرفها يعني باي ديفولت وكده. تمام، فدي ملهمش لازمة، وكده كده اصلا الملفات ديت مش عندي اساسا يعني. تمام، فبالتالي احنا هنمسحها. طب عايزين نبدأ النهارده بقى في الفيديو. تمام، هتفتح التاج بتاعتك الجميلة، هتكتب كده فيها فيديو وهتقفل التاج. تمام، هو طبعا هيقفل لك التاج باي ديفولت كده. تمام، في عندك حاجه اسمها السورس زي ما احنا قلنا. تمام، وبس احنا مش هنستخدمها، احنا هنستخدم الاليمنت اللي اسمه السورس، وطبعا انتوا عرفتوا من الدرس اللي فات ليه. تمام، السورس نفسه. بعد كده احنا هنعمل ايه؟ هنعمل بقى نحط الاس ار سي بتاعنا او السورس بتاعنا بتاع الفيديو. الفيديو بتاعنا فين؟ الفيديو بتاعنا في الميديا زي ما انا قلت لكم الفيديو اللي فات، وهنعمل الفيديو قرآن برضو هكذا. تمام، لو هنلاحظ ان الفيديو بتاعنا كبير جدا بالمنظر ده كده. تمام، واخد الحجم كله بالمنظر ده اهوت. فاحنا عايزين نتحكم في الويدث والهايت، هنروح على الفيديو اليمنت وهنقول له والله انا عايز الويدث بتاعه زي الصورة بالظبط يا شباب، يعني مفيش اي اختلاف يعني. هنقول له الويدث بتاعه مثلا ايه 500. تمام، والهايت مثلا وليكن كام؟ نعمله كام مثلا؟ الهايت مثلا يبقى وليكن 300 مثلا. تمام، فهتلاقوا الفيديو صغر بالمنظر ده، هو تخليه مثلا 500 في 500 بحيث ان هو يبقى ابن ناس، يعني شكله كده ايه، يبقى ابن ناس. 400 كويس قوي، مش هنقعد بقى ننسق بقى في الفيديو. خلص يا عم الحاج. ايوه كده. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نشغل بقى الفيديو، يعني احنا عايزين نشغله. بص صوت الكليك، مفيش صوت، يعني مفيش، قصدي اللي هو الفيديو مش شغال. تمام، بالتالي ايه اللي كنا بنشغل بيه الاوديو؟ حاجه اسمها الكنترولز، صح؟ فاحنا هنا بالظبط هنعمل حاجه اسمها الكنترولز. تمام، هنعمل حاجه، انا بس هنزل سطر عشان خاطر ايه، يعني هخلي التاج دهيت، الكلوزنج تاج دهيت تبقى ايه، تبقى التاج قصدي بتاعت الفتحه تبقى تحت شويه عشان خاطر ايه، لو انا بكتب ما البتاع ما يروحش بعيد كده، ما اقعدش كل شويه امسك كده. تمام، ما اقعدش كل شويه اعمل كده. تمام كده. فانا ايه، فانا هعمل القفله بتاعتي تبقى تحت شويه. تمام، اكيد انت فهمتني يعني. المهم هنعمل حاجه اسمها الكنترولز. تمام، الكنترولز هو هيبدا بقى يظهر لي معالم او شكل ال الفيديو. هتبدا بقى انت تشغله من هنا مثلا، تبدا انت تشغله مثلا من هنا، تعمل ليميت من هنا، الحاجات دي كلها تعمل مثلا الفيديو يبقى بالمنظر ده كده وهكذا. تمام. طيب بعد كده هتعمل حاجه اسمها ايه بقى، خلاص انت عرفت بقى حاجه اسمها اوتو بلاي. الاوتو بلاي ده بيعمل ايه؟ بيشغل الموقع ايه يعني بالطريقه الاوتو يعني، الاوتو بلاي. تمام، هتلاقيه بيشغل الموقع على طول. شوف الريفريش، هيبدأ ان هو يشغل الموقع على طول. تمام، بعد كده طبعا احنا بس هنشيل الاوتو بلاي عشان خاطر ما يشغلش الفيديو كتير. بعد في حاجه اسمها اللوب، وانت اكيد عرفت من الفيديو اللي فات ايه هو اللوب، اللي هو بيجي في الاخر. ويعني مثلا لو انت جيت هنا في الاخر كده، تمام، وهيبدأ ان هو يشغل نفسه من اول وجديد. بدأ ان هو يشغل نفسه من جديد. تمام كده. تمام، بعد كده فيها حاجه اسمها الميوت. الميوت دهيت هي ايه، او الميوتد اللي هو الفيديو بيبدأ ان هو اول ما يبدأ على طول بيبقى ميوتد كده. تمام كده، ده كله احنا عارفينه خلاص من درس الاوديو. طيب ايه الجديد اللي عايز اكلمك فيه؟ في حاجه اسمها البوستر. البوستر دهوت هو ايه؟ البوستر دهوت هو انك انت لما بتيجي تطلب الفيديو من السيرفر على السيرفرات يعني وكده، فبيبدأ ان هو يعمل داونلود. فاحنا عايزين ايه؟ فبتلاقي معظم الفيديوهات كده على اليوتيوب والحاجات دي كلها، بتلاقي انك انت اول ما بتشغل فيديو بيظهر صورة كده. يعني ايه بيظهر صورة؟ سي مثلا، تعالى كده ايه اوريك حاجة.
يعني تعالى كده اوريك حاجه كده اهوت على اليوتيوب. تمام، هنخش مثلا على وليكن اهو باشمهندس اسامه الزيرو مثلا. باشمهندس اسامه الزيرو بيعمل كورس، لو انت هتلاحظ معايا يعني الاعلانات يا باشمهندس. يلا مثلا نعمل الصفحه عشان خاطر ما يعملش اعلانات كتير وهكذا. تمام، انت لاحظت معايا ايه؟ لاحظت ان هو على ما بدأ الفيديو يعني ايه، لما عمل داونلود في الفيديو حط ايه زي نظام بوستر كده. تمام كده، هو حط بوستر للفيديو، او انك انت المبرمج نفسه ممكن يحط بوستر للفيديو قبل ما يبدأ الفيديو نفسه. تمام كده، تمام. طيب ماشي، خلاص شكرا يا باشمهندس. خلاص تمام، فانت بتحط البوستر بتاعك كصورة، اللي هو ايه، اللي هو بنحطها مثلا وليكن اللي هي الصورة اللي اسمها داونلود. فلو انت لاحظت معايا ايه، هتلاقي الصورة اتحطت اهيت. تمام، بوستر باي ديفولت للفيديو، انت كمبرمج حاطه يعني. تمام كده. طبعا انت لما تتعلم بقى ايه، لما تتعلم بقى اكتر اللوجيك اكتر والحاجات اللي هي الجافا سكريبت بقى والباك اند والكلام ده كله، هتعرف انت تحط البوستر اللي اليوزر هو اللي هيختاره. تمام، يعني لو انت لاحظت معايا على اليوتيوب هتلاقي ان البوسترز كلها مش شبه بعضها. يعني هتلاقي ايه، بوستر مثلا بتاع تفتح يا عم خلص، هتلاقي مثلا البوستر مثلا بتاع باشمهندس يحيى مثلا مش نفس البوستر مثلا بتاع باشمهندس اسامه مثلا. الحاجات دي كلها تمام، فدي كلها ايه، حاجات بتبقى ديناميكيه. ما علينا من الكلام ده كله، احنا مش جايين نطول في الكلام. فانت على ما تبدا ان هو يحمل فيديو فبيبدا ان هو يحط البوستر. تمام كده، تمام. طيب في حاجه كمان بقى، بس دي حاجات مهمه جدا. الحاجه اللي انا هقولها دي حاجه مهمه جدا. ايه الحاجه دهيت؟ حاجه دي تخص الناس اللي هم يعني بعد الشر على الناس كلها، الناس اللي هم مثلا عندهم إعاقة سمعية مثلا أو إعاقة بصرية، الحاجات دي كلها. فإحنا بنساعدهم مثلا في حتة الترجمة، الكلام ده هو كله. تمام، ان هو مثلا لو هو مش بيسمع مثلا او حاجه، مثلا بنترجم له الكلام لو هو بيسمع فيديو اجنبي او الكلام ده كله. تمام كده، او بنحط له مثلا ان هو الفيديوهات. الحاجه دي اسمها ايه؟ الحاجه دي اسمها تراك. فانت بتعمل التراك وتقفل التاج. تمام، وبتحط المكان بتاع الفايل بتاعك، السورس بتاع الترجمه بتاعك، وليكن هتسميه مثلا فايل مثلا ANG مثلا، اللي هو اختصار او AN اختصار لكلمة ايه، اللي هو انجلش مثلا. بعد كده تحط النوع بتاعه، الكايند بتاعه. الكايند بتاعه مثلا هتبقى في حاجة اسمها الكابشنز، وفي حاجة اسمها الشابترز، وفي حاجة اسمها الديسكريبشن، وفي حاجة اسمها الميتا داتا والسب تايتلز. السب تايتلز ديت هي العنوان بتاع الترجمة بتاعنا. بعد كده انت بتحط حاجة اسمها الليبلز. تمام، الليبلز اللي هو الكلمة اللي هتظهر لليوزر عشان خاطر يختارها. حاجه مثلا هتسميها مثلا انجلش مثلا. الكلام ده انت بتظهره ازاي؟ يعني مثلا انت جيت معايا على اليوتيوب مثلا على فيديو اجنبي زي دهوت كده، هتلاقي مثلا ايه، هتلاقي الكلام كده ظاهر اهوت اللي هو هاي ايه فولو ديفلوبرز. الكلام ده كله اظهره ازاي؟ انا عايز اترجمه مثلا، فاختار هاجي هنا مثلا كده واختار مثلا اللي عندي المربع اللي هو اسمه CC دهوت، واختار مثلا ايه اللي هو الحاجه بتاعتي مثلا اختارها نوعها اللي هو هاجي هنا كده، المفروض اصلا يكون ظاهرها لي. هاجي هنا كده وهختار النوع الترجمة بتاعي اللي المفروض ايوه يظهر لي هنا الاوتو ترانسليت. وبعد كده هختار النوع بتاعي يبقى عربيك مثلا، وهيبدأ ان هو ايه يترجمها لي اهوت. ايه، مرحبا ايها المطورين، اليوم اريد ان كذا كذا كذا. لو انت سمعت Today I want to leave my birth. هيبدأ بقى إيه ان هو يترجم الكلام ده هو. تمام، الكلام ده عايز اعمله هنا مثلا كده في الموقع بتاعي ازاي؟ هتيجي هنا كده وتكتب له اللي هو الليبل بتاعك والكايند والكلام ده هو كله. تمام، تعالى كده نرجع تاني وننزل كمان سطر ونغير اسم الفايل مثلا، وليكن اي تي اللي هو اختصار لكلمة ايتاليك. تمام، ونيجي هنا نسميه ايتاليك مثلا. ونفس الكلام مثلا نسمي كمان فايل نسميه اس بي مثلا اللي هو الاسبانيش، والليبل بتاعه يبقى سبانيش. تمام، تمام. الكلام ده تظهره ازاي في الموقع بتاعك؟ هتيجي هنا على الثلاث نقط ده هما، وهيظهر عندك حاجه اسمها الكابشن قبل التراك دهوت. لو انت جيت معايا كده، لو انت عملت كنترول اكس مثلا كده وعملت ريفريش للموقع بتاعك، هتيجي هنا كده مش هتلاقي حاجه اسمها الكابشنز. تمام، لو انت حطيت التراك بتاعك كده هوت هتلاقي في حاجه بقى اسمها ايه، اسمها الكابشنز ظهرت معاك اهيت. هتختار الكابشنز ديت هتظهر معاك اللي هو الانجليش الايتاليك الكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله مش شغال لان احنا ما عندناش الملف بتاع ايه،
بتاع اللي هو دوت في تي. انا نسيت بس الامتداد بتاع الملف اللي هو دوت في تي، اللي هو فيديو، اللي هو الويب فيديو، تمام. اللي هو الويب فيديو فايل ده هو تمام كده، ده بيبقى امتداد للترجمه والكلام ده، هو كله الناس الخاصه بالترجمه. تمام كده، تمام. بس ربي الدرس يكون سهل وبسيط وعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.